الحاجتين دول مهمين جدا في اي حاجه تخص التشطيبات، لان احنا بنلعب على حاجتين: الهدف من تنفيذها زائد الشكل الجمالي بتاعها، شقه، فيلا، دوبلكس، ايا يكن. الهدف الوظيفي بتاعها ايه؟ يعني انا هنا عندي مؤسس، تعالى كده يا باشمهندس، انا عندي مؤسس ابليك اهو ومؤسس ابليك اهو. هل الابليك ده اللي هستخدمه هنا الاوت دور اللي متعرض للشمس زي الاندور اللي هستخدمه للغرفه؟ لا طبعا، ده ليه عوامل خارجيه للشمس وللاتربه، ما ينفعش اجيبه حاجه لمعه ولا مط وتقعد تكلح وتقشر، ولا ينفع ان انا اجيبه حاجه اندور شكل جمالي حلو جدا، حاجه كريستال او حاجه ازاز، والازاز يتطرب بعد كده، وبعد كده عايز حد يمسحه يلمعه، يجي يمسحه يلمعه يكسره. فانا لازم، مهم جدا الشكل الجمالي، ومهم جدا الهدف الوظيفي. اللي بيفهم الكلام ده مهندس ديكور دارس تصميم داخلي، قسم ديكور وعماره، لكن حد في كليه تاني او في مجال تاني ودخل التشطيبات ما بيفهمش الكلام ده لانه ما درسوش. فضل من ربنا يعني، الحمد لله كان ليا الشرف طبعا استشاريين تخصص عماره داخليه انتيريور ديزاين هم اللي يدرسوا لي حاجات زي كده، فده اللي انا بنفذه في المواقع بتاعتي. فتلاقي الموقع مميز مختلف، في فكر، في كرييتيف، لان ديكوريتيف جايه من الكرياتيفيتي بتاعتهم. كان مع حضراتكم باشمهندس ابانوب مجدي من شركه ديكوريتيف. شكرا.